في لقاء إعلامي هام، كشف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون عن تفاصيل جديدة تتعلق بزيادات الأجور ومنحة البطالة، في إطار التزام الدولة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز العدالة الاجتماعية. تابعوا معنا لمعرفة كل التفاصيل. تفاصيل زيادة الأجور. في تصريحاته الأخيرة أكد الرئيس تبون أن الدولة ملتزمة برفع الأجور تدريجياً، حيث وصلت الزيادات التي تم إقرارها حتى الآن إلى 47%، مع خطة للوصول إلى 100% خلال العهدة الرئاسية الحالية. هذه الخطوة تأتي استجابة لمطالب المواطنين وتحقيقاً لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي يهدف إلى تحسين المستوى المعيشي للجزائريين. وأشار الرئيس إلى أن هذه الزيادات ستكون مدروسة لتجنب أي تأثير سلبي على الاقتصاد الوطني، موضحاً أن تحسين الأجور يتم وفقاً لقدرة الدولة على تمويلها دون المساس بالتوازنات المالية العامة. زيادات في منحة البطالة. أما فيما يخص منحة البطالة، فقد أوضح رئيس الجمهورية أن الحكومة تعمل على رفع قيمتها تدريجياً، حيث تبلغ حالياً 15 ألف دينار جزائري، مع خطة لزيادتها إلى 20 ألف دينار جزائري. وأكد أن أي تعديل على هذه المنحة سيأخذ بعين الاعتبار الوضع الاقتصادي العام لضمان استدامة الدعم وتحقيق الأهداف الاجتماعية المرجوة. وأضاف الرئيس أن منحة البطالة تعتبر خطوة أساسية لدعم الشباب العاطلين عن العمل، وهي جزء من رؤية أشمل تهدف إلى خلق فرص عمل حقيقية وتقليل نسب البطالة بشكل تدريجي. التوازن الاقتصادي والقدرة الشرائية. وأكد رئيس الجمهورية أن هذه الزيادات تأتي في إطار سياسة اقتصادية متوازنة، حيث تسعى الدولة إلى تحسين الظروف المعيشية دون الإضرار بالاستقرار المالي. وأوضح أن هذه الإجراءات تعكس حرص الحكومة على تحقيق التقدم الاجتماعي والاقتصادي مع الحفاظ على استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية. تعد هذه الزيادات في الأجور ومنحة البطالة خطوة مهمة نحو تحسين معيشة الجزائريين، لكنها تظل مرتبطة بالقدرة الاقتصادية للدولة. ما رأيكم في هذه الإجراءات؟ وهل ترون أنها كافية لتحسين الوضع المعيشي؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في قناة لا أنا لمتابعة آخر الأخبار والمستجدات. نراكم في المرة القادمة، إلى اللقاء.